أنا أدعو كل المسلمين إنهم يتكلموا عن فعل الشخص اللي أنهى حياته بنفسه بكل شدة وقوة في الخطاب وانعدام للتعاطف، لكن طبعا بدون أذية وتجريح في الشخص نفسه. إحنا شدتنا وقوتنا تجاه الفعل لا الفاعل، ده لأن اللي حصل كبيرة من أقبح وأصعب الكبائر، ولو كانت مقرونة بيأس من رحمة الله أو استحلال للفعل فهي كفر. أهل الشخص اللي عمل الفعل ده طبعا على عيني وراسي، وأكيد الكلام الشديد عن الفعل ممكن يأذيهم أو يجرحهم، بس معلش اعذرونا، إحنا بنعالج في قضية مهمة جدا ما فيهاش تعاطف. وأرجو ما حدش يقول لي ما هو أصل أنت ما تعرفش كان عنده إيه وكان حاسس بإيه والضغوط اللي عليه والكلام ده، لأن كل ده مردود بقول الحق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربنا لما خلقنا ما قالناش أنا هخلقكم علشان أدلعكم وهنيكم في الدنيا، لا، ربنا قالها صراحة ساعة قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الحق: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الحق: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لو كل واحد اتعرض لظلم في حياته أو اتعرض لهم وغم فراح ينهي حياته بنفسه يبقى خربت. ده اعتراض صريح على قدر الله ويأس من قدرة الله على تفريج الهم. والحق يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والوعيد الشرعي في إنهاء الإنسان لحياته بنفسه صعب جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ده مش اختيار ليك أصلا علشان يجي في بالك تعمله ولا ما تعملوش لما تمر بشوية هم وغم، وأنا مش هتعاطف معاك نهائي لو عملتها، عشان بعد كده أمنع اللي بيمر بهم ولا غم إنه يفكر زيك كده. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لما شاف جنازة لرجل قتل نفسه، النبي لم يصلي عليه وقال: أما أنا فلا أصلي عليه، زي برضه ما امتنع عن الصلاة عن اللي عليه دين، لكنه طبعا ما منعش الصحابة إن هم يصلوا هم عليه لأنه ما زال مسلم، بس امتناع النبي إنه هو يصلي بنفسه للي يفهم كبير جدا وحرمان رهيب، عشان يبقى درس من رسول الله للزجر ولتعليم الأمة إن هنا مفيش تعاطف نهائي، مفيش مخلوق بيشيل شيلة هو مش قدها، ربنا أرحم من كده بكتير جدا وهو اللي وعدنا بكده، وأنا مش هكذب ربي عياذا بالله وصدق كلام فلان وفلانة. بندعو لهذا الشخص بالرحمة مفيش مشكلة، لكن ليعلم كل من يفكر في هذا الأمر أننا لن نتعاطف معه أبدا، لأن الجرأة على الله بهذا الشكل فعل من أقبح ما يمكن. وأنا عارف إن في ناس عاطفتها هتغلبها وهتعترض على كلامي، مفيش مشكلة، بس ما تزعلش لما الظاهرة دي كل شوية تتكرر وما تقدرش تمنعها، وتبقى خايف لو زعلت ابنك مثلا ولا بنتك ولا أي حد من أهلك في حاجة بسيطة إنه ياخد القرار بقى سريع سريع ويروح يخلص على نفسه علشان يجيب تعاطف بقى ويحسسك بالذنب طول حياتك إن أنت ظلمته كده، ويبقى باني على إنه هيقابل الرحمن الرحيم. أيوه هو رحمن رحيم طبعا، بس هو برضه نهى عن تلك الجريمة والكبيرة في الشرع، فما تنساش إن أنت هتدخل على الله مش بكبيرة، ده بجريمة، وهتكون تحت المشيئة، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. والوعيد في تلك الكبيرة على لسان رسول الله من أشد وأصعب ما يكون.